السلام عليكم. حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في صفقة عقار المحطة الطرقية. دعا حقوقيون للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق حول ما وصفته بالصفقة المشبوهة الخاصة باقتناء عقار لإنجاز محطة طرقية جديدة في المدينة. العثماني يدعو إلى دمج الحكمة القرآنية في معالجة الأمراض النفسية الحديثة. دعا الدكتور سعد الدين العثماني الطبيب النفسي ورئيس الحكومة السابق إلى ضرورة دمج الحكمة القرآنية مع الأساليب العلاجية الحديثة في معالجة الأمراض النفسية وتعزيز الصحة النفسية. المتصرفون التربويون يرفضون نتائج الترقية بالاختيار ويكشفون خروقات وزارة التعليم. أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات رفض القاطع لنتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين التربويين، وأكد أن هذه النتائج تجاوزت القوانين المنظمة للعملية ولم تلتزم الشفافية والوضوح والنزاهة. لجع الغش سلوك خطير يهدد الدولة والمجتمع ويمارسه المسؤول والمواطن. قال الوزير المكلف بالميزانية فوزي لجع أن الغش الذي قد يظهر كسلوك فردي معزول يمثل في الحقيقة أحد أبرز العوائق التي تقف أمام مسيرة المجتمع نحو التنمية والتقدم، وأكد أن هذا السلوك يقوض مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، وأكد أنه لا يقتصر فقط على صغار المتعاملين بل يشمل كبار المستثمرين. بقيمة تتجاوز $1,000,000 المغرب يصدر أزيد من 5000 طن من البصل إلى الإمارات. كشف موقع مضاعفة المغرب لصادراته من البصل إلى الإمارات، حيث عمل على شحن أكثر من 5500 طن من البصل إلى الإمارات بقيمة $1.1 مليون، مسجلا رقم قياسي في العلاقات التجارية بين البلدين.